صاحب هذا الرأس؟ هذا رأس ذلك الرجل الذي قد سرق النوم من عيني يزيد ملك الشام وقد حرم عليه الطعام. كما أنه لا يزال حياً، في عينيه نور ساطع عجيب. هل أنت الذي قتلته؟ لا، أنا لا أقتل أحداً. أنا كنت أرقب الأحداث والمعارك حتى قطع الرأس أناس لا عقول في رؤوسهم أبداً. أما أنا فكمنت أتحين الفرصة السانحة حتى حانت فاختطفت الرأس وهرب. قل لي، هل لصاحب هذا الرأس اسم أو شأن؟ ما كنت أظنك بلهاء. هذا رأس الحسين بن علي. الحسين بن علي سبط رسول الله؟ أجل، أقول أرجو ألا تكون قد لعبت هذه البائسة اللعينة برأسك فأضلتك. الحسين بن علي خرج على الخليفة معارضا مقاتلا. هل هذه الجريمة قليلة؟ نقض بيعة الخليفة عند المسلمين معصية لا تغفر أبدا، سواء أكان ناقضها حفيد رسول الله أو غيره. ألم يكن ابن نوح ابن نبي لكنه مغضوب عليه؟ أوه، ما هذا العبوس الذي انطبع على وجهك؟ هذه مهلكة لا محكمة، وجلادها هاتان السليطتان الحمقاوان. أنت بأي واد وتطميع سطرت كل هذه الأكاذيب؟ أتظنين إذا أوقعت بي سيقيمون لك مرقصا أيتها الراقصة؟ الحقيقة مرة يا خولي، لم يعدني أحد بشيء، ولا أعلم إذا ما قلته لصالحي أو فيه خسراني. هذه حقائق جرت على لساني. هذا ليس إلا من أثر ذلك البرق العجيب الذي رأيته في عيني رأس الحسين المقطوع. ما هذه الأدلة التافهة التي تحوكينها أيتها الساقطة؟ أي برق هذا؟ ما هذه الموهومات والخرافات التي تحرضين الناس بها علينا؟ أقسم بالله العظيم إنها ليست موهومات ولا هي خرافات، إنما شاهدت دم الحسين يفور ولا ينقطع أبدا. وقد أمرني خولي أن أمسح الدم وأقطع النزيف. حاولت جاهدة لكنه لم ينقطع. لم ينقطع. لم ينقطع. سارة أيتها البائسة، ويحك، هل تعلمين من هو ضيفك هذه الليلة؟ يا لخسرانك يا سارة. هل يطيب لك أن تضيف رأس ابن بنت رسول الله برماد التنور؟ سارة، ما الفرق بين رأس الإمام الحسين ورأس جده رسول الله الذي صبوا عليه رماد التنور؟ وهذا هو رأس الإمام الحسين ملقى في التنور. هل هذه محكمة أو معركة؟ ما هذه الضجة يا ترى؟
أكل هذا من أجلي هذيان امرأة مغبونة حاقدة؟ ها؟ عبد الرحمن، ما هو حكم المحكمة؟ اسمعوني، إن إهانات خولي للرأس الشريف رأس ابن بنت رسول الله معصية أنا شخصيا لا أستطيع أن أحدد لها حدودا. إنها خطيئة عظمى وهي من حقوق الله، والله تعالى هو الذي سوف يعاقبه يوم القيامة. أما جرائمه في كربلاء وهجومه على أهل بيت الإمام وترويعهم وحمله رأس الإمام الحسين بتلك الطريقة وقتله لشخصين من شهداء كربلاء، فحكم المحكمة في حقه القصاص. ابن كامل، سجلوا جرائم هذا اللعين في قائمة واقرأوها على مسامع الناس، ثم اقطعوا رأسه. حاضر يا أمير. إذا كانت أحكامكم مدونة ومعدة من قبل، فما معنى هذه المحكمة المهزلة؟ أنتم تتظاهرون بالعدالة وتريدون أن تخدعوا عامة الناس؟ هذا تحميق للناس وتلاعب بعقولهم، وليست هذه المحكمة إلا حيلة شرعية للتحايل على الناس وتضليلهم كي تغطوا على الجرائم التي ارتكبتموها والدماء التي سفكتموها. يا مختار، عليك أن تخاف مثل هذا الموقف جزاء لما تسفكونه من دماء، فانتظر ذلك اليوم. اتهامات خولي لنا ولحكومتنا قد تحرض البعض على التشكيك بنا وبنهجنا، إنما يشهد الله أفكر بعواقب ما نقوم به أكثر من أي أحد، وأعلم أن الحكم الذي يقوم على الدماء لن يدوم، فقصاص الدم بالدم وإن كان على طريق الحق والعدل إلا أنه إعراض عن رحمة الله، والله أرحم الراحمين. خولي وأمثال خولي إذا لم يتهمونا ولم يهاجمونا، حينئذ علينا أن نشك في حقانيتنا وحقانية طريقنا. بالله عليكم، من يجعل دماء الأبرياء وسيلة لكسب المال والأرباح أليس عليه أن يحسب نتائج عمله؟ هذه التجارة قد تكون خسارتها حياة المجرمين، من أمثال خولي الذي لم يحسب لمثل هذا اليوم حسابا. أما أنتما الاثنتان تحررتما من عذاب الضمير ومن خوف معاقبة الدولة لكما. أما كونكما زوجتي خولي قد يكون ذلك عارا، لكنه ليس ذنبا، فاذهبا بسلام. خولي بن يزيد الأصبحي مفسد في الأرض، محارب لله تعالى، عدو لأوليائه، قاتل عثمان بن علي وجعفر